انتقل الصربي سيرجي سافيتش إلى صفوف الهلال قادما من فريق لاتسيو الإيطالي بعد مسيرة طويلة قضاها في الملاعب الأوروبية مع فريقه ومنتخب بلاده طوال الأعوام الماضية. ويعتبر سافيتش النجم الأول لفريق لاتسيو الإيطالي، وذلك منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2015 ليشارك في 341 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 69 هدفا مع صناعته 59 في المقابل. ولعب سافيتش في مركز لاعب الوسط مع لاتسيو ليتألق باستمرار على مستوى تسجيل وصناعة الأهداف، إضافة إلى كونه اللاعب الأكثر قطعا للمسافات خلال موسم 2022-2023 في بطولة الكاليتشيو، كما أنه نجح في تسجيل 11 هدفا وصناعته 8 في 47 مباراة بالموسم الماضي. وخلال مسيرته الطويلة حقق سافيتش لقب كأس إيطاليا خلال موسم 2018-2019، إضافة إلى بطولة كأس السوبر الإيطالي مرتين عامي 2017 و2019، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في فريق لاتسيو خلال عامي 2021 و2022. وبعيدا عن تألقه اللافت مع فريق لاتسيو، يعد الصربي سافيتش أحد أهم نجوم منتخب بلاده، حيث كان أحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الصربي في الفئات السنية، والذي توج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما عام 2015. وفاز منتخب صربيا بكأس العالم تحت 20 عاما في 2015 بعد الانتصار في النهاية على البرازيل، حيث حقق خلالها سافيتش جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة بحصوله على الكرة البرونزية حينها، وقبلها حقق نفس الفريق بطولة أوروبا تحت 19 عاما. وبدأ سافيتش مسيرته الكروية مع فريق فوديفينا الصربي خلال عام 2014، وبعدها انتقل إلى جنيكا البلجيكي ليشارك لمدة موسم واحد، ثم يحترف في صفوف لاتسيو الإيطالي الذي قضى معه نحو 8 مواسم ليقرر في النهاية خوض رحلته الجديدة في الملاعب السعودية مع الهلال.